السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده نعمل مع بعض التوميه بطريقه المطاعم السوري بالظبط، وهقول لكم المكون الاخير اللي هتتصدموا منه لما تعرفوا ان هما بيحطوا. اول حاجه بجيب كوبايه على النار، كوبايه ميه بحطها على النار ومعاها معلقتين من النشا. انا ضاعفت الكميه بعدين، طبعا تقدروا تضاعفوا المقدار ده زي ما انتوا حابين. بعد ما تكون زي المهلبيه كده وعمل قوام جيلاتيني، بنقله في الكبه ومعاه ربع معلقه من الملح وربع كوبايه من اللبن، وبفضل اضربه لحد لما القوام بيبقى كريمي. بعد كده بحط عليه معلقه من الثوم، انا هنا حسيته كتير على الكبه فنقلته شويه. وبعد كده حطيت ربع كوبايه من الزيت تقريبا، وهرجع اضرب تاني لحد لما يبقى القوام بتاعي شبه المايونيز كده او شبه التوميه اللي احنا بناكلها بره. المكون بقى السري اللي هم بيحطوه، شايفين ده القوام بتاعها؟ انا كنت حابه ان هي تبقى تقيله شويه عشان هعملها في سندوتشات. لو حابينها اخف من كده تقدروا تزودوا شويه من اللبن. المطاعم بقى بيحطوا فيها في الاخر بيض ني وبيضربوا معاها، علشان كده انتوا بتشوفوها بالقوام وبتبقى فومي كده في المطاعم يعني. بعد كده بنقلها كده في علب واسيبها بقى استخدمها وقت ما انا عايزه. كمان لو حابين ان انتوا تعملوها بالشطه او اللي هي الحراقه اللي هم بيعملوها، تقدروا تسيبوا شويه في اخر الكبه وتضربوا معاهم شويه من الشطه، وده كده بيكون شكلها. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه.